ويشهد الله ولا إن أكبر فرحة أنا سببتها في بيتي يوم ما جبت في ثالثة ثانوي 99%. فأنت لازم تشتغل كويس جدا 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 على الموقف ده، على اليوم ده، عشان والله أهلك يستاهلوا بعد تعب كتير قوي 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 في حياتهم. انت بتجتهد وتسعى، وربنا سبحانه وتعالى يا اما يكتب لك التوفيق والقبول يا اما يأخر عنك التوفيق شويه ليختبرك. هتصبر ولا هيكون الموضوع فيه قلق بالنسبه لك؟ أوتيت سؤلك يا فتى ولتحتفل بعد العانى، اليوم صرت كما تشاء وختمت سعيك بالعلا، اكتب بدمعك فرحة ها قد وصلت إلى هنا، حققت حلمك ها هنا، أنا نجاحك قد ظهر في آخر النفق غدا، ما بين كفيك القمر، لك قصة أكملتها، والله يجزي من صبر، لا تكتفي مهما جرى، واسعى لكي يبقى الأثر. بس انا هنا يا جماعه بقول حاجه نصيحه للطلاب الاعزاء، لان احنا قلناها اكتر من مره. احنا يا جماعه حياتنا ما هي الا مجموعه من الاحلام. انت بتحلم بحاجه وبتحاول انك تحققها وبتسعى ليها بمجهود كبير جدا، بس بنحس ان بعض الناس لا، يعني سرعان ما ييأس. جماعه الاحلام عمرها ما بتتحقق بان انا احلم النهارده فاحقق بكره، ده ما بيحصلش. احنا عندنا احلامنا غالبا بتكون طويله الاجل. يعني انا بحلم ان انا مش عارف اشتري شقه، سواء احلام في امور الدنيا او في امور الدين. احلامك دي عايزه سعي. انت والله بتحلم حاجه في امور الدين، عايز ترتقي في دينك، عايز ترتقي في حياتك، عايز ترتقي في دينك، ده يتطلب منك عباده وشغل واجتهاد باستمرار. ما هواش النهارده وبعد كده هريح، لا ده انت النهارده هتتعب وبكره هتتعب وبعده هتتعب، وعلى قد تعب اللي انت بتعمله ده على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويجازيك خير. ولذلك انا هحكي لك النهارده عن واحد من احلامي انا شخصيا. انا بصراحه كان ليا احلام كتير جدا والحمد لله ربنا وفقني في كتير منها، ده انا ما اقدرش انكره، وده فضل من ربنا مش شطاره مني. انت بتجتهد وتسعى، وربنا سبحانه وتعالى يا اما يكتب لك التوفيق والقبول يا اما يأخر عنك التوفيق شويه ليختبرك. هتصبر ولا هيكون الموضوع فيه قلق بالنسبه لك؟ ولذلك يا جماعه انا بكلمك عن حلم من احلامي بصراحه، من وانا صغير جدا بصراحه بحلم بيه. كلنا بيحلم، كلنا ما شاء الله، يعني اكيد برضو امور الدنيا بتلفت نظره شويه. يعني انت حابب اكيد ان انت ما شاء الله تكبر وتبقى ناجح في حياتك وتبقى ساكن في شقه كويسه وتبقى راكب عربيه كويسه. فانا كان من احلام حياتي بصراحه ان انا اجيب عربيه، وده حلم من احلامي. انت ممكن تشوفه حلم بسيط وبعض الناس لا تقول لك ده حلم كبير جدا. فالحمد لله لا، انت على قد سعيك وتعبك، انت تتعب النهارده زي ما احنا قلنا وتشتغل، اكيد ربنا سبحانه وتعالى مخبي لك الخير. فانتوا باذن الله يا جماعه قادرين انكم تحققوا. شد حيلكم، اوعى تيأس لحد اخر دقيقه زي ما احنا قلنا. قف على ناصيه حلمك وقاتل بكل ضراوه دفاعا عن حلمك. باذن الله ربنا هيوفقك. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي فعلا بداية جديدة. كنت مقصر في اللي فات يبقى هلم نفسي، كنت بغيب من الدروس يبقى هنتظم بعد كده، كنت براكم المواد اللي عليا يبقى مش هراكم حاجه. بدايه جديده تبدا فيها بما يرضي الله. وعايز افكرك باللي انت بدات السنه عشان، باللي انت دخلت علمي عشان، انت داخل عشان حاجه كبيره قوي 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 ونسيتها. الوقت بينسي، فلازم تفتكر دايما انت عاوز ايه علشان نتكلم مع بعض بشكل صريح. لعل وعسى الكلام ده يفرق مع حد فيكم. شباب انتوا لسه في مقتبل العمر، وتقريبا ما حدش فيكم عمل حاجه خلى اهل بيته يدمعوا من الفرح او يعيطوا من الفرح. لسه ما عملتش حاجه زي كده. ويشهد الله ولا ان اكبر فرحه انا سببتها في بيتي يوم ما جبت في ثالثه ثانوي 99%. فانت لازم تشتغل كويس جدا 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 على الموقف ده، على اليوم ده، عشان والله اهلك يستاهلوا بعد تعب كتير قوي 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 في حياتهم، واستنزاف مادي ومعنوي ونصايح و فيستاهلوا انك انت تفرحهم. فلازم تشتغل كويس قوي وتجتهد كويس قوي وتجيب اخرك وتموت نفسك عشان فرحة اهلك والله تستاهل اكتر من كده بمراحل. انا قعدت بمتحن في طب بشري 5 سنوات، مفيش مره جبت فيها امتياز وفرحوا زي ما فرحوا في ثالثه ثانوي. الموضوع يا جماعه مفيش مقارنه. فرحه الثانويه العامه بالمجموع الكبير بتحقيق حلم الاهل لا تضاهيها اي فرحه في الدنيا. تمام. انا مقدر والله ان انتوا فعلا في الفتره ديت، واحنا كمان والمدرسين كلهم والله مضغوطين بدرجه لا تتخيلوا، وعارفين ان انتوا مضغوطين اكتر مننا. احنا مش بنزايد على بعض، بالعكس. يعني انا لما بتخيلكم انا بصبر نفسي بان انتوا مضغوطين اكتر مني، فاللي هو شد حيلك يا جوهري وبطل لكاعه يعني.
ولكن صدقني اللي هيفرح في الاخر هو اللي هيعدي اللحظات ديت وهو بيقرص على نفسه شويه علشان يبذل فيها اقصى جهد عنده، ولا يتراخى ولا يتكاسل ولا يلجأ للتراكمات الفاضيه والحجج الواهيه اللي ملهاش اي 30 لازمه. لا، يكون قوي ويذكر نفسه بخط النهايه ويقول رغم كل دوت سأبحر رغم ذلك نحو أمنيتي، لعل سفينتي لمرادها تصل، لعل الله يرسيها على يبس رحيب إن رأته العين تكتحل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل عيونكم بما تتمنون في الخير، آمين يا رب العالمين، ونلقاكم على خير في المعسكر. السلام عليكم.